السلام عليكم حبايب ديالي. اول مره غنطيب لكم الدجاج في الطاجين. اول مره كنشبروا الدجاجه كنغسلوها كنقطعوها كنعملوها في بالانكانه د الماء وكنعملوا عليها الليمون والملحه والسكينجبر ضروري ونخليوها ترقد باش تزول منها ديك الزفوريه د الدجاج ضروري خصها تزول منها. بعد طبيعه الحال ما تكونوا نقيتوها من الجلود ونقيتوها وغسلتوها فركتو، لان الدجاج كيعجبوني يكونوا مفروكين على الطريقه، يعني كل الدجاج وانت عينك مغمضين كيكون زال منه كل شيء. السلام عليكم الحبايب ديالي. مي كنغسلوا الجداد وكنغسلوهم مزيان نشللوهم مزيان كنعملوهم في الطاجين. انا ما عملتش الجداده كامله ولكن عملتها غير شويش. على الغديوه ديالي كنزيد عليه زويته د العود. كنطيب انا غير بالزيت د العود، ما كنطيبش بالزيت بيضه نهائيا. كنزيد عليهم الزيت د العود وكنحلهم بوطه وكنعملهم في الطويجين. بعد كنزيد عليهم خصني يتشحروا كاملين مع بعضهم الجداد والبصله والربيع، كلشي يتشحر مع بعضه. كنزيدو بحال هيدا الربيع والبصيله مقصصه شديتوها والربيع حتى هو مقطع طريفات بحال اللي كتشوفوا. ساعه كنعملوا الاقامه ديالنا سكينجبير والخرقوم واليبزر. هانتوما كتشوفوا عملت سكينجبير والخرقوم واليبزر، ونعمل واحد جوج د الراندات وغنعمل شويه ديال المليحه وغنحرك الكل مع بعضو ونخليه يتشحر تشحيره يعني ماشي انا نعمل لهم هيدا وهيدا وصافي. بحال اللي غسلتهم غسله، بحال اللي شفتوا الطريقه الليمون والخل والسكينجبير وخليتهم يترقدوا باش كتزول منهم الزفوريه نهائيا. نعرف الجداد بويض كيكونوا مزفورين كنحيدوا لهم ديك الزفوريه وكنطيبهم في الطاجين باش كيجيو بنانين. احسن ماكله هي الطاجين. الجداد كيتبدل لهم مذاق نهائيا. غنعمل المليحه ديالي وغنغطي الطويجين ديالي وغنخليه يتشحر مزيان. ساشي معكم هذا كنا مشينا دوره نقصر صغير وجبرناه جعفران شعره باقي بحق جاني بحال ما يابش مزيان. ما نساوش حتى هو نضيفوه شويش زعفران شعره. شوفوا خليونا شي تعاليق، خليونا شي لايكات، دعمونا باش نعطيكم الجديد ديالنا د الخرجات ديالنا كل شي. دعمونا باللايك وبالتعليقات مزيونين. قناة مريم وأم بروج دائما الجديد ان شاء الله يا ربي الحبيب، والله يوفقنا ويوفقكم. حنا كنقلبوهم مزيان. ساعه كنعملوهم في الوسط. شتي ودات في الوسط بصيله عندو هذه البصيله بلديه كيتعجبني مقطعه شويش مربعات كبيبرين شويه. الحق مع التشحير كتذوب ما كتبقاش مره نهائيا واش كتبقى. وانا عندوز نقطع البطاطا والجعده باش نعدل الطويجين بالخضره بطاطا والجعده. كتعرف العيال ضروري خصهم ياكلوا الخضر. شوفوا الطويجين ديالنا ملي كيذوب كتذوب له البصيله ديالو كيتشحر. عافيه مهيله عملوه يتشحر. شوفوا ها تا هو غنطيبو. انا على كنطيبو على عافيه مهيله باش كيجي بحال اللي مطيب فوق الفاخر. ماكله في الطاجين الصراحه ماكله صحيه. ديك الكوكوط وديك الطنجرات وديك الشيء كيجي ماكله شويش بحال البسله. اذا نزيدو نشحرو شويه كيعجبني مشحر. حليت الطويجين ديالي كيتشحر لي الطويجين ديالي كنزيدو بطاطا مقطعه طويله بحال هيدا والجعده بحال هيدا وكنحركو. انا عزيز عليا نحرك الطاجين، ما كنستفش الخضره فوق منه كنستفها شي باش كنحركو باش القامه تدخل في الخضره كامل ويطيب بكل شيء ديالو. ها تتشحر لي مزيان. هذيك الساعه كنعمل له الماء. دائما انا الطياب ديالي بالماء
سخونين ولا دافين. كنعمل شويش د الماء، كنمرق ماشي بزاف د المرقه، حيت عارفين الخضره دغيا كطيب، نتوما عارفين. شويش د الميمات كنعملو ماشي بزاف، باش كي يشحت مره. وكنقدموه نغطيه وكنخليه يطيب على مهالو. كنزيد واحد السوداني، انا نجبده عندي السوداني في الفريكو، كنشري كميه كبيره وكنغسلها وكنعملها في الفريكو باش ما زدبالش، كتبقى مزيانه. كنغسلها ونعملها فوق الطويجان وصافي. هيدا الغديوه د اليوم، الغديوه اللي كيطيبها اي واحد، الغديوه بسيطه. قبلوا علينا ودعمونا باللايكات، ودعمونا بالتعليقات، وشاهدوا الفيديوز اللي كنحطوا لكم باش تحفزونا نزيدوا ان شاء الله لقدام ونعمل لكم اليوميات وكلشي.